الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أذن الخير الذي استقبلت آخر رسائل السماء لهداية الخلق، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق، فكان بحق مسك الختام للأنبياء والمرسلين. النهارده باذن الله هتكلم معاكم في قصتي الجديده عن الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. قصه جميله جدا جدا، شويه امل كده، وفي يعني شويه تفاؤل، وفي شويه نصائح عن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. بس قبل ما ابدا في القصه بتاعتي النهارده، لازم ان انا اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا جدا، وحقيقي اشتقت اليكم حد السماء. والله العظيم وحشني التصوير جدا، وحشني الكلام معاكم، وحشني كلامكم الحلو. في عجاله سريعه يعني تقل عن دقيقة، والله يعني ان شاء الله مش هنكمل دقيقة. لازم ان انا اشكر كل حد كان بيبعت لي على المسجات في الانستجرام، كل شخص فردا فردا. طبعا انا مش هقدر احصي الاسماء عشان مش عايزة حد يزعل ان انا انسى حد، ولكن كل شخص كان بيبعت لي دائما وباستمرار يسأل عليا ويسأل عن سبب تأخيري وبيدعي لي، والكلام الجميل جدا 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 اللي انتوا بتبعتوه لي في المسجات، وكمان الكومنتات اللي ما بتنقطعش عندي على القناة على مستوى الفيديوهات، من ان احنا بنسمع الفيديوهات القديمة، من ان انتي وحشتينا. كلامكم الحلو الحقيقي هو اللي خلاني اتشجع وارجع تاني. الحمد لله رب العالمين، انا غيابي عنكم ما كانش لاي شر بفضل الله، انا في صحة والحمد لله رب العالمين وفي خير، واسرتي الحمد لله رب العالمين بخير، وغيابي ما كانش لاي ضر ولا اي شيء وحش بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن كان شيء من الاستجمام، شيء من التفكير، شيء من الهدوء. ابني كان محتاج ان انا اراعيه واركز معاه شويه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتكم. يعني انا اكتشفت ان انا حياتي حلوه بيكم. انتوا مين؟ انتوا اخواتي، انتوا متابعيني، انتوا الناس الجميله اللي بتحبني صدقا، الناس اللي لمست فيا كل شيء جميل. فالحمد لله رب العالمين، اللهم ديما نعمه واحفظها من الزوال. حبيت ان انا يوم ما ارجع لكم بعد غياب 5-6 شهور، ان انا ارجع لكم باحلى ذكر في الدنيا. مفيش احلى من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليها قدسية وليها فرج عجيب. كلمتكم كتير في الفيديوهات اللي فاتت بان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، او يمكن ايه السر او ايه السبب بان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب في تفريج الكربات، وسبب في ازاحة الهم والغم والكرب والحزن. ان النبي صلى الله عليه وسلم قدره عند ربنا سبحانه وتعالى غالي وعالي جدا جدا جدا. صلى الله عليه وسلم أدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الخلق، جميل الشكل والطبع والهيئة والعشرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم صادق أمين. النبي صلى الله عليه وسلم بيحبنا، انتوا عارفين كده. النبي صلى الله عليه وسلم بيحبنا حبا جما، اشتاق لينا وقال لأصحابه إن في أقوام هو صلى الله عليه وسلم اشتاق لهم. فالصحابة بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مين دول؟ قال لهم إن أقوام آمنوا بيا وصدقوني من غير ما يشوفوني. طبعا تسنيم كانت عاملة لي كابتشينو كده عشان أصحصح معاكم يعني، وأركز بقى وأنا بتكلم معاكم عن قصتي النهاردة. النبي صلى الله عليه وسلم يستاهل ان احنا نصلي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لكم قدره عالي عند ربنا سبحانه وتعالى، يستاهل ان احنا نحبه. كفايه كفايه انه اخرجنا من الظلمات الى النور. النبي صلى الله عليه وسلم هيجي يوم القيامه وهيكون هو شفعنا. ازاي ندول الشفاعة دي؟ بكثرة الصلاة عليه. طب الشفاعة دي ممكن تعمل لنا ايه؟ ممكن الانسان والعياذ بالله يبقى داخل النار، وبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هيدخل الجنة. انتوا متخيلين كل الانبياء هيقولوا نفسي نفسي؟ متخيلين الانبياء نفسي نفسي من هول الحساب ومن هول المنظر ومن هول الموقف، الا النبي صلى الله عليه وسلم هيجي كده من بعيد. عارفين انتوا لما الدنيا ضلمه، تمام، الدنيا ضلمه بعيد قوي، بعدين تلاقي نور كده، اشراقة نور جاية من بعيد، جاية كده، وبعدين نكتشف انه النبي صلى الله عليه وسلم جاي عشان يشفع لنا. هيقول لرب العالمين انا لها، انا لها يا ربي. متخيلين الجمال، متخيلين الرحمة، متخيلين الحب، متخيلين بيحبنا ومش عايزنا ندخل النار وعايز ينقذنا من النار. كفاية انه ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب
لخروجنا من الظلمات الى النور. انت متخيل كده لو ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم جه بالرساله وبالامانه وشاف الاذى كل انواع العذاب عشان يوصل لنا رساله رب العالمين علشان يخرجنا من الظلمات الى النور. النبي صلى الله عليه وسلم يستاهل ان احنا نصلي عليه، يستاهل ان احنا نبارك عليه، يستاهل ان احنا نطلب من رب العالمين انه يمدحه في الملأ الاعلى، ذكره في الملأ الاعلى، وصفة الملائكة بقى وجبريل تعالوا احكي لكم على قصتي الجديدة مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في الفيديوهات اللي فاتت حكيت لكم عن قصص جميلة حصلت لي من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما قصصته عليكم ومنها من لم أقصص. طبعا يعني اللي ينفع اقوله قلته واللي ما ينفعش اقوله بفضل ان انا احتفظ بيها لنفسي. ليه انا بكرر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه انا اصلا بتكلم عنها تاني؟ انا بشجعكم لما الواحد بيسمع قصة كده عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتزيد الحماسة بتاعته، بيبقى عايز يصلي اكتر، بيحب يسمع قصة ده وقصة ده وقصة ده، بحيث ان هي تديله امل وتديله حماسه، يعني يبقى متحمس كده وهو بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لما يشوف على ارض الواقع في حاجه فعلا اتحققت. وده المغزى ان انا احكي قصتي، قصه حد بعت لي رساله، قصه حد في كومنت كتبه لي، وهكذا. يعني الحمد لله رب العالمين لساني لا ينقطع ابدا عن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك واللهم دمها نعمه واحفظها من الزوال. فمن ضمن الحاجات الجميله اللي بتحصل معايا اللي انا اقدر ان انا اقولها لكم، مفيش مره عملت جلسه وبعد فتره حصل معايا اللي هقول لكم عليه. خليني اقول لكم القصه الاول وبعدين اقول لكم طريقتي كانت عامله ازاي لعل حد يستفيد منها باذن الله. بعد فتره من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم قدم لي شخص لخطبتي يعني، والجميل ان الشخص اللي بيتقدم لي صفاته كويسه جدا جدا بوجهه النظر وبالمنطق الدنيوي او بمنطق الناس اللي حوالينا او بمنطق العقل والحكمه، ان الشخص ده مناسب جدا جدا ليا. كل ما اعمل جلسه للصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم لي زي ما بنقول عريس، مرة 2 3 خلال الفترة اللي فاتت اللي أنا غبتها عنكم، يعني كان كل فترة يتقدم لي حد. طبعا مع المداومة، مثلا أنا النهاردة عملت جلسة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأقول لكم إزاي الواحد بيحس بسلامة الصدر وراحة البال، بتحسوا إن انتوا قاعدين مش شايلين هم أي حاجة، بتحسوا إن الدنيا جميلة في عينيكم حتى ولو كان فيها بعض الحاجات اللي ممكن تعكر صفو الحياة، لكن بفضل الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتلاقوا العقبات دي أو بتلاقوا الهم ده بيختفي تماما. لو في شر جاي عليك ربنا سبحانه وتعالى بيصرفه عنك. لو في هم وغم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي ابن كعب إذا يكفى همك، لما قال له أجعل لك صلاتي كلها، قال له إذا يكفى همك ويغفر ذنبك. غفران الذنب بيجيب الخير والبركة، واللي بيمنع عننا الخير هو الذنب. طيب هم انتوا شايلينه بقى، والهموم بتختلف من شخص للتاني ومن حياة للتانية. الحمد لله رب العالمين لما بصلي على النبي صدري بيبقى مرتاح، قلبي بيبقى مرتاح، عمر بالي ما بيفكر في اي حد. وعارفين انتوا الانسان لما يقعد ذهنه صافي خالي ما بيفكرش غير في مصلحته وفي حياته وعلاقته بربنا سبحانه وتعالى فقط. وما اعظمها من نعمه ان الانسان يقعد مرتاح البال، مش شاغل باله بحد، مش شاغل باله فلان راح فلان جه فلان عاد فلان قال فلان زاد. حتى هم الرزق ما بتشيلش هم الرزق، هم الاولاد هم العيال. سبحان الله العظيم، ده سر الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. اللي حصل معايا بقى بعد ما عملت الجلسه دي والدنيا تمام وانشراح في الصدر وراحه الحمد لله رب العالمين، جيت بالليل لقيت في ضيوف جايين لنا، وبعدين طبعا هم قعدوا مع ماما في نفس اليوم بعد ما عملت الجلسه وشديت شويه كان برضو عريس. بس الجميل مش في العريس، الجميل ان بعد الجلسه فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بعت لك رزق. الفكره ان تلاقي في ناس يجولك وناس صالحين ومواصفات تليق بيك تماما، مواصفات كويسه جدا جدا. كل مره المواصفات يعني مثلا قلت لك كل ما اعمل جلسه بعد فتره يتقدم لي حد، فتره تانية مواصفات اعلى من الاولانيه، جلسه مره ثالثه مواصفات احسن، لحد المره الاخيره دي كانت مواصفات كويسه جدا جدا وما تطرفتش الصراحه يعني. طبعا انا بيبقى لي اعتبارات يعني في الاختيارات واعتبارات في التفكير واعتبارات بطبيعه حياتي، يعني كل مره افضل من التانية. كل ما يحصل في حياتي حاجه عارفين انتوا بهرع بجري على الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين، بلاقي الراحه بلاقي النتيجه. والله العظيم خدوا بالكم النتيجه الفوريه في انشراح الصدر فوريه. يعني مثلا عندك هم كده معين فكرت فيه، حاجه حصلت ضايقتك، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو العدد القليل، سبحان الله العظيم الهم بيختفي في ثانيه.
كأن شيئا لم يكن. صدق رسولنا الكريم لما قال يكفى همك ويغفر ذنبك. الحقيقة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لا يختلف عليها اثنين، سبحان الله العظيم، فيها أسرار عجيبة جدا جدا. ودايما بقول إن السر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي حب رب العالمين لنبيه. عارفين انتوا لما يكون حد غالي عندكم قوي قوي قوي، فيجي حد يقول لك والله أنا عايز منك خدمة معينة كده، وجاي لك كده من طرف فلان الفلاني، فأنت من كتر حبك للفلان ده، او من كتر اللي انت بتعزه، او من كتر ما هو غالي عندك، انت بتكرم اللي جاي لك باسمه، بتكرم اللي جاي لك وحامل اسمه. ولله المثل الاعلى من حب رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم، لانه المصطفى صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. فربنا سبحانه وتعالى بيكرم اللي يجيله ويتودد له بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. ثقوا تماما يقينا ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بها يفرج الهم وبها يغفر الذنب يقينا. اخيرا هقول لكم الجلسه بتاعتي بتبقى عامله ازاي وطريقتي بتبقى عامله ازاي، انك تعمل لك ورد يومي منها. لو الدنيا بتتهد قدامكم لازم الورد من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم يوميا. الوقت المناسب ليكم، الوقت اللي انتوا تحسوا فعلا ان انتوا في ذهنكم صافي وقادرين ان انتوا تقعدوا من غير انقطاع العدد اللي انتوا تحبوه. بس لو تقدروا ان انتوا تعملوا العدد ده ورد يومي، يعني مثلا وليكن والعدد اللي انا هقوله ده مش شرط ابدا، ولكن وليكن عملتوا 500 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مثلا اعملوها ورد يومي. عايزين تزودوا مش مشكلة، ولكن مثلا لو انتوا عملتوها ورد يومي كل يوم 500 صلاة على النبي، 1000 صلاة على النبي، اللي انت تقدر عليه خلاص خليها وردك اليومي. تاخد ركن من اي مكان، انت قاعد ذهنك صافي وخالي وما بتفكرش غير في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بتنطق معانيها وانت فاهمها، عارف ان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بيها بينزل عليك انت الرحمات والبركات. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الواحدة ب10، وكل ما تزيد كل ما الرحمات والبركات تنزل عليك. احسن وقت عشان يكون ذهنك صافي الوقت بتاع وقت السحر او وقت الليل اللي هو ما قبل الفجر او قبيل الفجر، عشان تجيب الثمرة بتاعتها، عشان تحقق لك كل اللي انت نفسك فيه. لازم ان انت تبقى عارف انت بتقول ايه ومدرك انك بتصلي على النبي. وشعورك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هتيجي من حبك لنبي الله صلى الله عليه وسلم، من قراءتك عنه كتير، من قراءتك للسيرة النبوية هيزداد قلبك حب للنبي صلى الله عليه وسلم. بالتالي كل ما تحب النبي أكتر وتفهم عنه أكتر، كل ما استشعارك بالصلاة عليه وكل ما النتيجة والثمرة تكون أكتر وأكتر. فمتأكد إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها ثمرات تصديقا لكلام رب العالمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، تصديقا لكلام رسولنا الكريم لأبي ابن كعب إذا يكفى همك ويغفر ذنبك. اصبر، صلي واصبر، هتلاقي الثمرات والبركات والرحمات بتتوالى عليك. ربنا سبحانه وتعالى بيهيئ لك الأسباب، ويقينا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتقبل مهما كنت مذنب، بتقبل. ربنا سبحانه وتعالى لا يرد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتجيب ثمرتها يقينا، واسمعوا كلامي، بالمداومة وبالاستمرار وعدم الاستعجال على النتيجة. والله 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 هتنبهروا من النتيجة اللي انتوا هتشوفوها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهتنبهروا من كم الفرج والخير. بالنسبة عندي قصة عظيمة جدا 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 جدا، ما تخصنيش ولكن تخص شخص آخر. قصة فيها كمية من الجمال تخلي الواحد يدمن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنا مش هحكيها لكم دلوقتي، هتأخر شوية حسب رغبة صاحب القصة في الوقت المحدد والوقت اللي شاء ربنا سبحانه وتعالى. أنا هحكي لكم على قصته، هتبقى قصة مشوقة جميلة، هتعيشوا أحداثها تفصيليا بإذن الله تعالى، بس في الوقت المناسب. ان شاء الله استنوني في القصص اللي جايه باذن الله. كمان استنونا بقى في فيديوهات رمضان وكلامنا عن رمضان، في كلام هيتقال عن رمضان لازم تسمعوا. بحبكم جدا جدا في الله يا طيبين. ان شاء الله استنوني في الفيديوهات الجايه على خير، واشوفكم على خير.